السلام عليكم حبايبي. النهارده هعمل لكم كحك العيد بطريقه سهله وبسيطه، طريقه زمان. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه والمكونات ايه. معايا كيلو دقيق نخلته، حطيت عليه معلقه سكر، ربع معلقه ملح، ومعلقه صغيره الكحك. خلاص. معايا نص كيلو سمنه اهي صفرة على النار، اول ما تقدح على طول هحطها. ده خلاص سمنة قدحت، هنحطها على طول. هقلبه بقى واسيبه يبرد قبل ما نبسه. ناخدها بين ايدينا كده ونبتدي بقى نبسها كده. نبسها كده. بصوا معايا ازازة ريحة موز، احطها ومعايا بصوا قيمة نص معلقة بيكنج باودر. تمام. بصوا حبايبي، جبت كوباية فيها مية، حطيت فيها معلقة صغيرة خميرة فورية، واستنى لما تخمر وبعدين احطها على العجين المبسوس. بعد ما بسيت والخميرة فرت اهي حطيتها خلاص. وهحط بقى كده حبايبي، انا حطيت الخميرة خلاص. هبتدي بقى الم العجينة عشان انا مش هعجن، انا هلم العجينة. كده شكلنا الملبن والعجوة خلاص. بقى نبتدي نحشي. هناخد حتة عجينة نحطها في طبق ونغطي على الباقي، ونبتدي نعملها بايدينا كده اهو، ننعمها كده بايدينا لحد ما تبقى كده، ونضغط عليها. وبعدين هنحط الحشوة، نحط الحشوة نقفل عليها كده، وبعدين ننقشها. وحسب حجم الكحكة اللي انتوا عايزينه، انا بحبها صغيرة اهي. خلاص. بصوا يا بنات، انا شكلت اهو الكحك اهو. هدخله على درجة حرارة 180 بس يكون الفرن ساخن. حبايبي كده خرجنا الكحك من الفرن. انا بحب التسوية بتاعته تبقى بالشكل ده. ما شاء الله طالع تحفة. بصوا منظر الكحكية، بصوا سواها روعة. اللي عايز فاتح يعمل فاتح، احنا بنحبه التسوية بتاعته كده. بصوا بصوا الكحكية ناعمة ازاي. يلا بقى نرص الكحك بتاعنا ونرجع تاني. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا الكحك طريقه سهله وبسيطه، طعم بقى والريحه تحفه. عجبتكم الوصفه، عجبتكم الطريقه، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم منا كل وصفه جديده سهله وبسيطه. سلام عليكم.